شكك في كلام شيخ الأزهر والسنة النبوية الشريفة وتم طرده من الكويت والتهمة في قضايا نصب. إسلام البحيري عضو مؤسسة تكوين واللي بيشتم في الصحابة وبيشكك في ثوابت الدين الإسلامي. المفاجأة بقى إن تم القبض عليه فجر اليوم، طلع نصاب دولي كبير وحرامي. إسلام البحيري اتقبض عليه في 6 قضايا شيكات بدون رصيد، وكان آخرهم بلاغ لسيدة خليجية الأسبوع اللي فات نصب عليها في 300 ألف درهم إماراتي، يعني حوالي 4 مليون جنيه مصري، على إنه استثمار في مصر، وبقاله سنتين ولا حس ولا خبر. تعالوا نعرف إيه حكاية إسلام البحيري. شكك في شيخ الأزهر والسنة النبوية الشريفة وتم طرده من دولة الكويت بعد ما غلط في الصحابة وكمان البخاري. مراته اتطلقت منه ورفعت عليه قضايا نفقة، بعدها هرب وجه على مصر بعد ما عجز انه يسدد فواتير الاتصالات في الكويت واللي وصلت ل21 ألف دينار كويتي. بعدها تم القبض عليه بتهمة شيكات بدون رصيد. إسلام البحيري هو مفكر مصري من مواليد محافظة سوهاج، اتولد سنة 1975 ودرس في كلية الحقوق، وبعد تخرجه توجه إلى إنجلترا لتحضير الماجستير من جامعة ويلز في طرق التعامل مع التراث الإسلامي. إسلام بدأ حياته صحفي في أكثر من جريدة، واشتغل كمان مقدم برامج، وكان بيطلع في مناظرات مع علماء دين وشيوخ كبار. أثار إسلام البحيري الجدل بسبب مهاجمته ثوابت الدين الإسلامي، وكمان انتقاده لكتب التراث الإسلامي زي صحيح البخاري ومسلم ورموز دينية ذات قيمة وقامة عالية عند المسلمين، لدرجة أنه اختلف مع شيخ الأزهر في قضية ضرب الزوج لزوجته، وشكك في كلام شيخ الأزهر وعمل مشكلة كبيرة. وبسبب آراء إسلام ومهاجمته لثوابت الدين الإسلامي تمت محاكمته بتهمة ازدراء الأديان واتحكم عليه ب5 سنين سجن. وطبعا إسلام البحيري استأنف الحكم واتخفف لسنة واحدة وخرج بعفو رئاسي. اتجوز إسلام البحيري من الإعلامية شروت حماد، واللي بتشتغل في قناة الرأي الفضائية مديرة للأخبار والبرامج السياسية. الثنائي اتجوزوا في الكويت وخلف منها بنته الوحيدة حلا. بعد فترة حصل بينهم انفصال، وزوجته رفعت عليه قضية نفقة، وكمان كانت سبب في طرده من الكويت، وتم الحكم على إسلام البحيري وقتها بدفع 5000 جنيه مؤخر صداقة ونفقة شهرية لبنته 40 دينار كويتي. ورجع هربان لمصر من دفع فاتورة موبايل لشركة زين وفاتورة إيجار السكن وقضايا تانية، وصدر ضده أمر ضبط وإحضار وقرار منع من السفر، و3 قضايا تم رفعها ضده بسبب تهربه من دفع مبلغ 21 ألف دينار كويتي. اتقال إن زوجته هي اللي جابت له عقد عمل في وزارة الأوقاف الكويتية، لكن تم طرده منها بسبب إساءته للصحابة. والنهاردة بيتم القبض عليه بسبب اتهام سيدة خليجية بالنصب عليها في مبلغ وقدره 300 ألف درهم إماراتي.